بسم الله الرحمن الرحيم. لا لوم ولا تثريب على العامة أو الدأماء حينما لا يرون فرقا بين النص والخطاب، لكن اللوم والتثريب يقعان على المتعلمين والمثقفين وأساتذة الجامعات الذين لا يرون هذا الفرق على الإطلاق، خاصة إذا كان هذا الفرق خطيرا وذا جلل وله تأثيراته الكبرى على عملية التواصل مع المادة المقروءة أو المكتوبة. السؤال الذي يطرحه هؤلاء الذين لا يجدون القدرة على استيعاب مشروعات الدكتور نصر حامد أبو زيد، أو حتى هؤلاء الذين لا يروق لهم إلا الطعن في المشروع الفكري، دائما يتساءلون ماذا يفعل هذا الرجل؟ ها هو بنفسه قد تراجع عن فكرة النص التي أقامت الدنيا ولم تقعدها منذ زمن بعيد، فانتقل إلى فكرة أخرى هي فكرة الخطاب، مما يعني أن الرجل متوتر وأن الرجل غير قادر على أن يمسك بحقيقة ما يطرح. في الحقيقة هذا كلام يعني يصل به السخف درجة كبرى، لكن ينبغي الوقوف عنده، لأن المشكلة أن مشروعات وأطروحات الدكتور نصر حامد أبو زيد هي من الخطورة بمكان بحيث إن وصولها إلى المتلقي العادي سوف يغير كثيرا من قناعاته ومن أفكاره. هناك فروق ضخمة جدا جدا بين النص والخطاب، إنما هو السؤال الذي شغلني فترة من الوقت: هل كرس الدكتور نصر حامد أبو زيد لفكرة النص في كتابه مفهوم النص؟ كل الكلام منطلق من هذا السؤال. الناس تظن، بل إنها تعتقد من اليقين من العقيدة، أن الدكتور نصر هو صاحب النص وصاحب الرواج لهذا المصطلح وهذه الكلمة، وهو الذي كرس تماما لفكرة النص. وهل كانت فكرة الخطاب غائبة تماما عن ذهنه وهو يطرح مفهوم النص في التسعينيات القرن الماضي؟ للوهلة الأولى يبدو أنه كرس لفكرة النص، لكن الحقيقة غير ذلك تماما. انطلق الدكتور نصر حامد أبو زيد من الفكرة المحورية في الثقافة العربية وهي فكرة النص، لكنه لم يكرس هو لفكرة النص، كان تكريسه لفكرة الإنسان ولفكرة الخطاب، وهذا موجود بنصوص وبكلامه في كتاب مفهوم النص. من المعروف في كتاب مفهوم النص أن الدكتور نصر أشار إلى أنه يمكننا في إيجاز أن نصف الحضارة العربية بأنها حضارة النص، كما نصف حضارة اليونان بأنها حضارة العقل. المقصود بهذه العبارة أن الثقافة العربية اتخذت من النص اللي هو من القرآن نصا محوريا نشأت على ضفافه كل العلوم، البلاغة والأدب وكل العلوم التي نعرفها نشأت على ضفاف القرآن الكريم. إذن شكل النص فكرة رئيسية في التراث العربي كله. وفي كتاب مفهوم النص الكتاب كله عبارة عن تحليل وتفكيك لعلوم القرآن، الناسخ والمنسوخ وعلم المناسبة إلى آخر هذه العلوم الكثيرة جدا يعني. لكن أخطر فصل في كتاب مفهوم النص كان هو الفصل الأول، الباب الأول، الفصل الأول اللي هو عنوانه الثقافة بين التشكل والتشكيل، الثقافة والواقع، اللي هو مفهوم الوحي، اللي بعدها مفهوم الوحي، والذي تحدث فيه عن البعد الرأسي والبعد الأفقي. كانت الإشارات موجزة لكنها دالة وخطيرة. في البعد الرأسي أشار إلى الله جبريل ثم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بصفته الإنسان، ده كان أول وجود للإنسان، وانتقل بعد ذلك في علاقة النص اللي هو القرآن بالواقع بوجود المخاطب، حتى إنه يعني نحن أمام جملة في منتهى الخطورة. يقول بالنص دكتور نصر في كتاب مفهوم النص: فإن الثقافة العربية ذاتها قبل الإسلام يمكن أن توصف بأنها ثقافة تنحو نحو المخاطب
في نصوصها أكثر مما تنحو ناحية المتكلم، وليس أدل على هذا الاتجاه في بناء النص وآلياته اللغوية من كثرة دوران أدوات النداء فيه، سواء أكان المنادى هم الناس أو بني آدم أو الذين آمنوا. الخلاصة حتى لا أطيل عليكم، والمبحث موجود بين أيديكم، أن الإنسان كان موجودا في مفهوم النص بكثرة، وبالتالي فكرة الخطاب كانت فكرة مضمرة ومسكوت عنه، لأن الباحث الحقيقي هو الذي ينتقل انتقالة علمية، يقدم المفاهيم الأولية ثم ينتقل إلى المفهوم الآخر. وهذا في تصوري المتواضع ما صنعه الدكتور ناصر حامد أبو زيد. لكن السؤال ما الفرق بين النص والخطاب لا يزال سؤالا مطروحا. الثقافة العربية ثقافة التفاسير والشرح والشروحات لم تعرف كلمة النص بمعناها اللغوي العلمي المتداول الآن. ظهرت مفردة النص في عصور متأخرة بدليل عبارة رائعة لا اجتهاد مع النص، عبارة شائعة يعني. ما دام القرآن، وهو الأمر الذي نحن جميعا متفقون عليه، ما دام القرآن فضاء للتواصل بين الإله والإنسان، القرآن فضاء للتواصل بين الإله والإنسان، من ثم لا ينبغي أن يكون نصا، يجب أن يكون خطابا. فكر النص، كلمة النص في اللغة حتى في المعجم تدل على رفع وانتهاء ووصول إلى غاية. في المعجمات أي حد يدور الجاء كده، النون والصاد والصاد، نص، رفع وانتهاء وغاية. رفع من الرفعة، هذا كلام الله لا يجب أن يكون متواضعا، فهو كتاب مرفوع. ومنتهي أنهاه الله ووصل إلى غايته بوصوله إلى الإنسان، أو وصل إلى غايته في دقته وأحكامه. ده كل المعاني التي تدور حول نص. كلنا نعرف وكلنا نعجب بالشاعر البليغ الذي يلقي قصيدة شعرية، ونتصور أنه أتى عليها وأنه فكر فيها وأنها آية من آيات البلاغة والبيان. والذين يرون في القرآن الكريم أنه نص إبداعي يتصورون بالطبع أن الخالق المبدع هو المبدع الأكبر. انظروا إلى المقارنة عندما يقارنها البعض، أنت تكتب قصيدة شعر هذه رائعة وجميلة، فما بالنا بالقصيدة الأكبر؟ القصيدة الأكبر إذا كانت القصيدة الشعرية نزعم كلنا أننا لا نستطيع أن نفهم مرام الشاعر، صح ولا لا؟ يقول لك المعنى في بطن الشاعر، إنما نحن نجتهد في فهم القصيدة. لنا أن نتخيل كيف يكون التعامل مع النص الأكثر إبداعا، النص الإلهي. سوف يكون في التلقي أكثر إغلاقا، ولا يمكن أن يصلني النص الإلهي بالصورة التي يريدها المبدع الأكبر. هذا تعريف النص، وهو تعريف يؤذي القرآن نفسه ويؤذي المخاطب به. إذا كان النص مغلقا فما فائدة أن يلقيه الله علينا؟ يبقى فكرة النص فكرة بتعني أنه نص مغلق لا يمكن أن تلم أنت بمعناه. إذا كان النص مغلقا فكل هذه المحاولات التي تدور على ضفافه تحاول فقط الاقتراب من المعاني الكبرى التي يريدها المبدع الأكبر الذي هو الله سبحانه وتعالى. وما دام النص مغلقا فلا ينبغي لك أن تفتي فيه بغير علم. ده كلام طبعا يجعل بيننا وبين النص قطيعة كبرى. إنما عندما أتعامل مع مفردة الخطاب، والخطاب الخاء والطاء والباء تدل في اللغة دائما على اثنين، مرسل ومتلقي. ده طبيعي، نحن أمام نص يخاطب الله فيه الإنسان، ومن الطبيعي جدا أن يكون خطابا. فكرة النصية تفرض عليها الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه وأسباب النزول والمناسبات بين الآيات، وهو ما حدث في الثقافة العربية بالفعل. فكرة الخطاب تطرح أبعادا أخرى، وهو ما التفت إليه الدكتور ناصر حامد أبو زيد. يعني أظن أن الذين قرأوا في التراث العربي يعرفون جيدا أن فكرة تعدد الأصوات داخل الخطاب القرآني فكرة لم نجدها عند القدماء.
يعني ربما كانت إشارات بسيطة، لكن تقدم العلوم اللغوية وتقدم علم اللسانيات تحديدا في الفترة الأخيرة ساعد على كشف وإضاءة مساحات كثيرة لا بد أن نعترف أنها كانت معتمة أمام أجدادنا أو آبائنا القدماء. الدكتور نصر حامد أبو زيد لأنه باحث في تصوري يبذل جهدا وحقيقي لم يدعو بحذف الواو إلى الخضاب في النص القرآني وإلى أن يتخذه منهجا إلا بعد فترة من البحث والدراسة وبعد فترة من المناقشة والحوار إن مع الطلبة وإن مع الباحثين، وهو ما يصرح به. يعني مفهوم النص مطروح سنة 93 رغم أن مقدمته كتبت قبل ذلك بفترة. فكرة الخطاب طرحت متأخرة جدا في الخطاب والتأويل مرة، وفي كتاب التجديد والتحريم والتأويل فصل المقاربة بين النص والخطاب، يعني أكثر من 17 عاما أو 14 عاما في رواية أخرى، وهو يطرح وهو يجتهد وهو يبحث وهو يقيم مشروعات لكي يصل إلى ما يشبه اليقين. هو كباحث لا يمتلك يقينا، ودائما ما يصرح بهذا يعني، وده الباحث الحقيقي لا يمتلك يقينا ويفرضه على القارئ، لكنه يقدم تصوراته ويسميها أطروحات. طبعا مفهوم الإنسان وهو المخاطب كان موجودا وبكثرة داخل كتاب مفهوم النص، وحتى لا أريد في المداخلات مسألة أنه القدماء لم يعرفوا فكرة النص. فكرة النص كانت موجودة لكنها متغلغلة في السياق النحوي تحديدا، موجودة في الجملة، كانت موجودة عند صاحب نظرية النظم عبد القاهر الجرجاني، لكن مش باسمها، مش بالنص. كانت موجودة عند علماء النحو وعلماء البيان، لكن مش باسمها. هي ظهرت متأخرة تقريبا عند الجرجاني متوفي 816 هجريا إن لم تخني الذاكرة، في كتابه التعريفات ورد كده التعريف النص هو كذا كذا، وأتى بتعريف نحوي هو مكتوب عندي لا أريد أن أثقل به عليه. وبعدين ظهرت عند السيوطي بكثرة، لكن كمفردة علم النص ما ظهرتش إلا متأخرة في القرن التاسع عشر بعد علوم اللغة. لكن فكرة الخطاب هي الفكرة التي ظهرت حديثا، وهي التي فتحت ومثلت كما يقول الدكتور نصر حامد أبو زيد أفقا مفتوحا للباحث لكي يجدد دائما أفكاره. وطبعا لن يغيب علينا جميعا أنه فكرة النصية أصلا والعلوم التي تبعتها انطلقت كلها من فكرة رفع الالتباسات أو رفع التناقض الذي بدا للوهلة الأولى أمام المتكلمين أو أمام الفقهاء والمفسرين. كانت هذه الفكرة تحديدا فكرة التناقض التي لجأوا إلى الناسخ والمنسوخ لحلها يعني، وعدم القدرة على الفهم المحكم والمتشابه. فكرة الخطاب تقضي تماما على هذا الوهم الملتبس في أذهان المتكلمين أو أذهان الفقهاء والمفسرين. لا يمكن أن يكون هناك إذا تناقض حتى تخشون وتلجؤون بالتالي إلى فكرة الناسخ والمنسوخ، لأنه فكرة زي الناسخ والمنسوخ على سبيل المثال منها يعني ما رفع تلاوته وظل حكمه. يعني هناك آيات من المعروف، يعني هناك آيات في القرآن إلى يومنا هذا تظل تاريخية مرتبطة بالنص بالفترة السياق التاريخي. بعض الآيات، طيب لماذا لم ترفع هذه الآيات في الناسخ؟ هو ده السؤال الصادم جدا للمؤمنين بفكرة الناسخ والمنسوخ. أنا متفق معك على الناسخ والمنسوخ تمام، وأن هناك آيات رفع، أغلبنا عارف يعني، مش عايز أجيب أمثلة. طيب ألا تعترف معي أن هناك آيات في النص في التنزيل في القرآن الآن موجودة إلى يومنا هذا كانت مرتبطة بسياق تاريخي بعينه؟ نعم كانت. لماذا لم تنسخ؟ لماذا ظلت؟ لا توجد إجابة بالضبط. اضطر يلجأ إلى التأويل والتأويل المضاد إلى آخره. وفكرة النص أيضا هي التي فتحت ساحة المعارك الضخمة، ليس فقط بين
علماء الكلام وبين الفقهاء، ليست فقط لأوانها طبعا، لكن المشاكل الكبرى كانت اللي هي مشاكل سياسية، وتحديدا للواقعة الكبرى الشهيرة في الفكر أو في التاريخ الإسلامي، وقعت علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان عندما رفعت المصاحف على رماح، على أسنة الرماح. كان الرفع دليلا وطلبا واضحا منهم إلى أن يتم الاحتكام إلى النص الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وده حقيقي. لكن المشكلة هو فهمهم أن المصحف موجود فيه حل المشكلة، وهذا الأمر يبدو يعني غير حقيقيا. المصحف لا يتحدث عن كل واقعة بعينها كما يظن الناس، عن كل واقعة بعينها ويقول هذه حلها. ده كلام مش حقيقي. القرآن يتكلم عن قوانين عامة وعن حلول عامة لمشكلات تطرأ في كل زمان ومكان. السياق المجتمعي بيتغير، وبالتالي الحلول موجودة بالقياس. أقيس هذا الحل بحل آخر. الذين رفعوا المصاحف على أسنة الرماح وضعوا أنفسهم ووضعوا المتخاصمين في مأزق كبير ما زال المسلمون حتى يومنا هذا يدفعون ثمنه. وهو ما حدث بالطبع. تم الرفع على سنة الرماح ولم يصل المختصمون إلى حد. كانت الحيلة إياها، صدقت الروايات أو لم تصدق، يعني حتى يومنا هذا ما زال الناس يختلفون مع بعضهم البعض. أتصور أن فكرة الخطاب تعيد الاعتبار مرة أخرى للإنسان الذي هو القصد الأول والغاية الأولى للخطاب الإلهي. والإنسان ما دام قادرا على أن يتواصل مع خطاب الله فهو قادر بالطبع على أن يتواصل مع محيطه ومع مجتمعه مرة أخرى. ولعل قراءة ثانية لكتاب مفهوم النص للفصل الأول، فصل التشكل والتشكيل في الثقافة وعلاقة الوحي بالواقع، يمكن أن يضيء لنا نحن مناطق أخرى في علاقة الخطاب بالإنسان وبالواقع. آسف إذا كنت أطلت، أنا لا أحب القراءة، كان يمكن أن أقرأ البحث، لكن أنا تارك هذا لكم. شكرا لكم.